السلام عليكم. تتذكرون حيدر شكور زميلنا بالعراقية، مراسل اللي انجرح بتغطيته للمعركة مع داعش، اللي اجى لبغداد وسوى العملية وشالوا الطحال مالته بسبب اصابته؟ تتذكروه؟ كثير منكم يتذكره ويعرفه. حيدر شكور واحد من زملائنا الابطال اللي ادى واجب وطني في هذا الظرف التاريخي اللي يمر بالبلد. حيدر شكور اليوم يتعرض لإهانة وضرب من قبل حماية وزير الموارد المائية في حادث يتكرر أكثر من مرة، في حادث لاستهداف صحفيين، في حادثة تتكرر أكثر من مرة. استهداف حيدر له خصوصية يمكن يختلف عن الباقي، لأن يادوب بعد الجرح مال عمليته اللي صوب جبهات القتال هناك، الصوب اللي صوب هو وابطال الحشد الشعبي اللي خلوا الحكومه قائمه والوزارات قائمه. راح ينقل لنا الحدث من هناك. حيدر شكور يتعرض للاهانه والضرب من الحمايه، حمايه وزير الموارد المائيه. بطلنا النادي وتعبنا النادي، الوزراء والمسؤولين وحماياتهم ما جاي يسمعون. نقابتنا وين؟ المؤسسات والاتحادات مال الصحفيين وين؟ ناسنا وشبابنا الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي وين؟ هاي مسؤوليتكم، هاي مسؤوليتكم. هسه لو عمليته ناشفه هم ما يخالف.